مساء الخير، انا محمد الجيار. اول مره ممكن تكونوا بتشوفوني، بس ان شاء الله مش اخر مره. الموضوع ابتدى ازاي؟ انا عندي مكان كده صغير اسمه زجزاج استوديو. بحب اعمل منتجات فنيه زي اني برسم، بنحت، دي اي واي عموما، بعيد تدوير حاجات، ريسايكل، بشارك في معارض. بس للاسف الحاجه الوحيده اللي كانت اهم حاجه عندي بس ما كملتش، اخلي فيه محتوى حقيقي اعرضه للناس ويشاركوني ارائهم. فدايما كان بيبقى فيه ناقص حته، اعمال ناقصه حاجه في التصوير، مره بنسى اصور، مره الاضاءه مش كويسه، وما كنتش مهتم ومستني اللحظه اللي اكون فيها شاطر قوي وعندي امكانيات تخليني اطلع فيديو شكله حلو واعمل محتوى لطيف الناس تقبله ويكون بيعبر فعلا عن الحاجات اللي انا بعملها. اكتشفت مؤخرا ان دي كانت حاجه غلط، ان انا مستني اللحظه اللي يكون عندي فيها كل امكانيات ان اقدر اعمل ده. اكتشفت اللحظه دي غالبا مش هتيجي، فكانت الحاجه الوحيده اللي تخلي اللحظه دي تيجي ان انا ابتدي بامكانياتي دي وبوضع ده والخبرات والكمال دي، احققها واحده واحده. مع الوقت تيجي مع التجارب، من هنا ورايح هبدا انزل الحاجات بتاعتي. زجزاج فرنتشر حبيت. انا عموما بحب اعمل كل حاجه، بحب اشتغل بايدي، بحب احط ايدي في اي شيء، اصنع حاجه، نجاره، كهرباء، سباكه، بصب حاجات، ارسم حاجه، انحت، اعمل افكار جديده، ادخل خامات مختلفه مع بعض واطلع منهم حاجه. ففي وقت من الاوقات كنت حابب ان اعمل براند ويكون عندي منتج خاص بيا محدش بيقدمه غيري. وبعمل ترابيزات كان شكلها جميل خالص، كل العملاء كانوا مبسوطين جدا معانا، بس حسيت اني مش مرتاح، مش مبسوط، مش دي الحاجه اللي انا عايزها. او انا قررت ان اوقف زجزاج فرنتشر واعمل زجزاج استوديو. زجزاج استوديو هو زجزاج رقم 3، مش اول زجزاج. مش عارف ليه زجزاج، بس غالبا عشان سنيكي شويه وبغير رايي كتير فجالي اسم زجزاج، لكل واحد نصيب من اسم البراند بتاعه. فدلوقتي بقى زجزاج استوديو بنعمل اعمال فنيه من الورق وريسايكل وحاجات كلها صديقه للبيئه. فزجزاج استوديو مكان بحبه جدا، انتج اعمال فنيه. عايز تقولوا لي رايكم، هل تحبوا تشوفوا حاجات من الاعمال اللي فاتت بشكل واضح اكتر وتفاصيل انتاجها؟ يعني لو مهتم بالمحتوى ده اعمل فولو عشان تشجعني، وشكرا يا جماعه.